جريد 8. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. النهارده ان شاء الله هنكمل سلسله الفيديوهات بتاعتنا اللي بنشرح فيها منهج جريد 8. انا مس هبه وده ساينس اكس بي، ويا ريت الناس تكون تابعت اللي فات عشان تبقوا فاهمين الدرس ده بيقول ايه. النهارده ان شاء الله هنشرح lesson 4 in unit 1، وهنبدأ مع بعض كده عشان ما اطولش عليكم. طيب النهارده ان شاء الله الليسون بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن the water. نمبر 4، ليسون نمبر 4. كل الليسونز اللي قبل كده كانت بتكلمني عن البريودك تيبل او داخله في البريودك تيبل، ايه هي المين جروبس، ايه هو البريودك تيبل، بيتكون من ايه. النهارده هنبدأ نتكلم عن حاجه مختلفه شويه وهي الووتر، شويه هنبعد عن البريودك تيبل. ويمكن يتهيألك ان الووتر دي حاجة سهلة، يعني ايه مشكلة الووتر يعني عشان يبقى ليسون كبير؟ هتعرف ان الووتر abnormal liquid، مادة مهمة جدا 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 بتخش في حياتنا بشكل اساسي وخاص. وركز معايا كده وهنكرر الاسئلة اللي بتيجي في الليسون بتيجي ازاي. اول حاجة بيقولي الووتر uses. الووتر uses هي ايه؟ هو بيستخدم in 3 fields، في 3 مجالات بستخدم فيهم الووتر. اول حاجة personal uses، agriculture uses and industrial uses. وبيجي complete كده وكلنا بنتلخبط مش بنبقى عارفين نكتب ايه. الwater used in space personal agriculture industrial. يعني البيرسونال زي ان انا اعمل washing cooking drinking. الاجريكلتشر هي الزراعة وازاي اروي الزرع. والاندستريال اللي هي الصناعة. طيب تعالى بقى نشوف احنا كساينس كده هنعرف ايه عن الووتر. اول حاجة كلنا عارفينها اوريدي، ان الووتر بيتكون من ايه المولكيول بتاعه. برافو عليك، H2O. يعني كل O ماسكة في ايديها H. طيب هي ايه البوند اللي بتربطهم مع بعض، بتربط الاتومز دي مع بعض؟ اول حاجة البوند دي هي السنجل كوفيلنت بوند، سنجل كوفيلنت بوند. يعني ال O مع 1H ده single covalent bond، و O مع ال H الناحية التانية single covalent bond. يبقى المولكيول الواحد من الووتر داخل فيه كام single covalent bond؟ برافو عليك، 2 single covalent bond. يبقى ناخد بالنا كده، هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي البوند inside the water molecule is 2 single covalent bond. 2 single covalent bond. طب لو انا جيت اقرا كده او اشوف الانجل اللي ما بين ال 2 single covalent bond دي، قال لي هتطلع معايا 104.5. خد بالك الارقام دي عليك حفظ. 1.4 سوري 104.5 104.5 degree. طيب ايه كمان؟ قال لي كمان نعرف ان الووتر مولكيول linked together by لا استني. هو انت مش قلتي لي ان هو في سنجل كوفالنت بوند؟ احنا قلنا ما بين الاكسجين والهيدروجين، يعني دي كده كوفالنت بوند. امال بقى كل مولكيول من دول وجاره اللي جنبه، ما هو الكوبايه الووتر اللي انت بتشربها حضرتك دي فيها مليارات من المولكيولز. طب المولكيولز دي ماسكه ايديها بايه؟ ماسكه في ايد بعض بايه؟ قال لي بحاجه اسمها هيدروجين بوند. ودي بقى يا سيدي السر في الموضوع كله. كل البروبرتيز اوف ووتر اللي هي بالنسبه لك انت عاديه لكن هي اوريدي كيميكالي حاجه غريبه جدا، راجعه لوجود الهيدروجين بوند دي. يبقى كل البروبرتيز اللي هنتكلم عليها النهارده related to ايه؟ قال لي to presence of hydrogen bond. presence of hydrogen bond. طيب نرجع تاني نقول ايه الفرق بين اميز ازاي بين الهيدروجين والكوفالنت. هديك مثال بسيط. دلوقتي الرابطة اللي ما بينك وما بين اخواتك جوه البيت بيتقفل عليكوا باب واحد اخر اليوم، رابطة قوية جدا جدا جدا. اعتبر بقى رابطة الأخوة اللي ما بينكوا دي اسمها كوفالنت بوند. كوفالنت بوند. طيب امال ايه الفرق بينها وبين الرابطة اللي ما بيني وبين جاري؟ كل يوم ببتسم في وشه وبقول له صباح الخير وبراعي حقوقه وبيراعي حقوقي، ما هي قوية برضو، بس هل في قوة الأخوة؟ لا طبعا. طيب يبقى اللي بينك وبين جارك دي هي الهيدروجين بوند، واللي بينك وبين أخوك هي الكوفالنت بوند. افهمها من الناحية دي. يبقى الهيدروجين بوند موجودة فين؟ قال لي between المولكيولز of water. المولكيولز of water. يبقى أنا أول ما أشوف إن المولكيولز linked by A by hydrogen bond، لكن الأكسجين linked with hydrogen with covalent bond. برافو عليك. طيب بيجي give reason.
يقول لي ليه الووتر molecule linked by hydrogen bond؟ اتكونت ازاي الهيدروجين بوند دي؟ because electronegativity of oxygen higher than electronegativity of hydrogen. يعني as oxygen has higher electronegativity than that of hydrogen. Oxygen has higher electronegativity than that of hydrogen. يعني الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الاكسجين اكبر من الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الهيدروجين، عشان كده اتكون ما بين المولكيولز دي حاجه اسمها هيدروجين بوند، وهنعرف ان هي يعني سحر وهنشوف بنفسنا. طيب يعني الهيدروجين بوند دلوقتي هي ايه؟ قولي لي. It's weak electrostatic attraction force. ايه ده؟ مش انتي قلتي انها رابطة مهمة جدا؟ بس ضعيفة. ايه المشكلة؟ ليها تأثير قوي، لكن هي نفسها هي مجرد جذب كهربي ضعيف. weak electrostatic attraction force. مرة كمان. weak electrostatic attraction force arises between molecule of polar compound. الweak electrostatic attraction force قوة الجذب الكهربي دي موجودة بين مين؟ بين المولكيول بتاعة البولار كومباوند، واللي هو في حالة الليسون بتاعنا الووتر. يبقى its weak electrostatic attraction force arises between molecule of polar compound. وقف الفيديو وتأكد انك حفظت الديفينيشن لانه مهم جدا جدا جدا. طيب تعالى بقى بعد كده نشوف ال properties of water. في عندي physical properties و chemical properties. أول حاجة هناخدها النهاردة هي ال physical properties of water. طيب ال physical properties of water دي اللي هي إيه؟ قال لي ال physical properties دي أول حاجة منهم، واللي على فكرة غريبة جدا و abnormal يعني مش موجودة في حاجة تاني أو في أغلب الحاجات، إن الووتر exists in 3 states. الووتر موجود في 3 حالات، solid وليكويد وجاز، والتلاتة بشوفهم بعينيا. ايه ده؟ انا لو جبت كوباية مية من الحنفية هي كده ليكويد، طب حطيتها في الفريزر بقت solid، طب رفعتها على النار وبدأت اغلي بقت جاز. يبقى الووتر exists in 3 states. طب ليه موجود في ال 3 states؟ ليه عنده الابنورمال بروبرتي دي؟ عشان عنده هيدروجين bond due to presence of hydrogen bond. طيب تعالى كمان شوف الفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر. ايه كمان؟ اول واحده انا بحفظ معاك اهو، اول واحده existence 3 states. تاني واحده قال لي ان الووتر ده good polar solvent. good polar solvent يعني ايه؟ تعالى نشوف كل كلمه. solvent يعني مذيب بيدوب حاجات، واحنا عارفين ان الووتر من جريد 5 واخدين انه solve او في thousands of materials او substance dissolves in it. حاجات كتير جدا بتدوب فيه. بولر احنا خدناها الليسون اللي فات وعرفنا ان الووتر بولر كومباوند. طيب جود ليه بقى يا ستي؟ ايه يعني ليه جود يعني؟ قال لي عشان هو بيعمل حاجات كتير جدا زي ما اتفقنا. بص بقى يا سيدي، قال لي شغلانته الاساسيه انه يعمل ديسولف للموست ايونيك كومباوند. اغلب الايونيك كومباوند يعني اللي في ما بينهم ايونيك بوند بيدوبوا فيها. most ionic compound dissolve in water. most ionic compound ايه؟ dissolve in water. وبيجي على ده give reason. زي ايه؟ بيقول لي هو ليه give reason، هو ليه الووتر good polar solvent. ليه الووتر good polar solvent؟ because it dissolve most of ionic compound. because it dissolve most of ionic compound. ده أول give reason مهم. مرة كمان give reason الووتر good polar solvent because it dissolve most of ionic compound. most of ionic compound. طيب كمان بقى الحاجة الغريبة إنهم لقوه كمان بيدوب some of covalent compound. dissolves some of covalent compound. some of covalent compound. مرة كمان dissolve ايه؟ some of covalent compound. زي مين؟ قال لي زي الشوجر. وخد بالك هو مش شغلانته يدوب الكوفالنت، فدي الحاجة الغريبة بتاعته. فعشان كده بيجي لي give reason مهم جدا. يقول لي give reason although sugar is covalent compound لكن هو dissolve in water. ليه؟ هنا بقى السر.
الشوجر شاطر جدًا، جدًا، جدًا كده وإيه، وبيعرف يصرّف أموره، بيقوم عامل إيه، يجري يعمل مع الwater hydrogen bond. يبقى الشوجر بيعمل إيه، hydrogen bond مع الwater. مرّة كمان، يبقى إيه اللي بيحصل؟ قال لي إن الwater dissolve most of ionic compound، دي شغلانته خلاص ما فيهاش أي استغراب. تاني حاجة كمان some of covalent compound زي مين؟ زي الشوجر. لما ييجي لي سؤال give reason يقول لي ليه الشوجر dissolve in water؟ because it can form hydrogen bond. because إيه؟ because it can form hydrogen bond. because it can form hydrogen bond with مين؟ هو لازم يعمل الهيدروجين بوند دي مع مين؟ ها؟ with water. برافو عليك، ما هو هيدوب في الووتر فلازم يعملها مع الووتر. يبقى because it can form hydrogen bond with water. طب حلو أوي. ده الشوجر وإيه كمان؟ قال لي فيه كمان الأويل، بس ده مش بيدوب بالظبط كده، ده covalent compound لكنه don't dissolve in water. فبيجي يقول لي لأ بقى، ما أنت قول لي اشمعنى هو الشوجر ليه هيدوب والأويل مش هيدوب؟ قال لي الشوجر dissolve in water because it can form hydrogen bond with water. يبقى الأويل إيه؟ شاطر وعرف يعمل هو كمان hydrogen bond؟ لأ خالص. يبقى ليه الأويل don't dissolve؟ because it cannot، هو ما يقدرش can't dissolve can't form hydrogen bond with water. can't form hydrogen bond with water. أنا مش هاجيب سيرة بقى إنه dissolve ولا مش dissolve. هو بيقول لي في السؤال إن هو not dissolve. يبقى because it can't form hydrogen bond with water. دي جزئية مهمة جدًا بييجي عليها يعني من أشهر أسئلة الgive reason في جزئية الwater، هي ليه الشوجر بيدوب، ليه الشوجر مش بيدوب، وليه الwater good solvent. تاني هاقول إجابات ال3 أسئلة. الwater good solvent because it dissolve most of ionic compound and some covalent compound. طيب ليه الsugar dissolve in water because it can form hydrogen bond with water. ليه الoil don't dissolve in water because it cannot form hydrogen bond with water. أتمنى تكون اتفهمت. حاول كده توقف وتعيد ولازم تتأكد إنك فهمتها كويس أوي. تاني جزئية في physical properties، بس الأول عايزاك تعيد من الأول. أول property كانت برافو عليك exist in 3 states. تاني واحدة good polar solvent، ده الووتر good polar solvent. تالت حاجة rising of water boiling point and freezing point. يعني إيه؟ يعني بيغلي عند درجة 100 وده كتير جدا، هو boils at 100 celsius degree وده كتير جدا. فبيجي سؤال give reason وانت اللي هتجاوبني عليه على فكرة عشان انا قلت في الاول اصلا اجابة boils at 100 celsius degree وده كتير قوي قوي، دي كده high boiling point. ليه؟ احنا اتفقنا كل الابنورمال properties related to yes hydrogen bond. يبقى هتقول لي due to presence of hydrogen bond. لما يجي يقول لك give reason ليه؟ due to presence of hydrogen bond. due to presence of hydrogen bond. طب تعالى بقى نفس السؤال بالظبط بيتكرر على melting point. ما هي الميلتنج بوينت قليلة جدا، لو melting point. هو بيملت بيدوب أو freeze الاتنين نفس الدرجة. freezes at 0 celsius degree، ده قليل قوي. ليه يا ستي بيحصل كده؟ قال لي due to presence of hydrogen bond. نفس الفكرة، اتفقنا كل الابنورمال properties related to الهيدروجين bond. طيب عد معايا البروبرتيز. أول واحدة exist in 3 states. تاني واحدة good polar solvent. تالت واحدة high boiling point low melting point. رابع واحدة الwater density decrease on freezing. يعني إيه؟ يعني لما حضرتك بتجيب مكعبات التلج كده وتيجي تحطها في كوباية مية بتلاقي إن كل المكعبات طلعت على الوش. float on water surface. Why the ice cubes float on water surface? Because density of ice less than density of water. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو الايس ايه في الاصل؟ ما هو ووتر، هو ال H2O. اشمعنى لما بقى solid الدنستي قلت؟ ده اللي هنعرفه هنا بقى، ودي مهمة جدا جدا جدا. الشرح ده بيجي complete، بيجي give reason. انا عارفه انه give reason طويل شوية بس لازم مهم قوي. يجي give reason يقول لي ايه؟
الwater density ليه decrease on freezing. بص بقى في حكاية كده بتحصل، قصة الايس عشان يتحول سوري الووتر عشان يتحول لايس بنبدأ نقلل درجة الحرارة تدريجيا. أول ما التمبريتشر بتوصل less than 4 سيليزيوس ديجري بتبدأ القصة من هنا. less than 4 سيليزيوس ديجري بيحصل ايه؟ الووتر مولكيول تبدأ تتجمع على بعضها كده في شكل هيكساجونال شيب. ادي واحدة واحدة، دي المولكيولز اهي، وتبدأ تاخد ايه؟ الهيكساجونال شيب بالشكل ده. طب الهيكساجونال شيب ده بيتميز بايه؟ قال لي بيتميز انه مليان فراغات، full of spaces. طب السبيسز دي هتتملي هواء، هيحصل لها full of air. يبقى تاني اللي حصل when the temperature becomes less than 4 Celsius degree اللي حصل يلا الووتر تجمع بعضها. الووتر molecule collected together in ايه؟ قال لي collected together in hexagonal shape. collected together in hexagonal shape. حلو قوي. طب الهكساجونال شيب ده ماله بيتميز بايه؟ which full of spaces، مليان سبيس. طب السبيسز دي ما هي هتملي هوا. طب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل له انكريز لما السبيس يزيد؟ لما الفوليوم. سو فوليوم انكريز، هيبدأ حجمها يكبر. بدل ما المولكيولز دي كانت ممكن تتجمع جنب بعضها، لا هي خدت سبيس اكبر، هي خدت حجم اكبر. طب ومن السنة اللي فاتت لما درسنا الدنستي قلنا لما الفوليوم بيحصل له increase الدنستي هيحصل لها ايه؟ يس برافو عليك decrease and density decrease. ايه ده؟ طب وانا لو جالي give reason هجاوب ده كله؟ unfortunately yeah. ايوه مضطر تقول كل ده. طب تعالى اقسمها معاك كده ونحفظها سوا. السؤال ده مهم جدا. ليه الwater density decrease on freezing؟ أول حاجة when temperature becomes less than 4 Celsius degree. أول ما التمبريتشر تقل عن ال 4 Celsius degree إيه اللي بيحصل؟ water molecule collected together في شكل إيه؟ in hexagonal shape. ماله الشيب ده؟ full of spaces. So volume increase and density decrease. طب تعالى جمعها في 4 خطوات. يلا. When temperature becomes less than 4 Celsius degree. Number 1. Number 2. Water molecule collected together in hexagonal shape. Number 3. Which full of spaces. So volume increase. Number 4. And density decrease. 4 خطوات كده وقف واحفظهم كويس، هتلاقي نفسك جمعت الجزئية بتاعة الووتر مولكيول والفريزنج دي بكل بساطة. طبعا بتيجي كومبليت يسألك على below أو less than كام 4 Celsius degree. الووتر مولكيول collect in A shape hexagonal shape. طيب when the volume of water increase on freezing the space decrease density. On freezing space increase and space decrease volume increase and density decrease. دي كده كل أشكال الأسئلة اللي ممكن تجيلك على الجزئية دي. كمان في to give reasons بيكلموني عن موضوع الآيس تحول للسوليد. أول حاجة بيقول لي الأكواتيك كريتشر are still alive. في البولار ريجن في المناطق القطبية بيتجمد الأوشن أو السي أو الووتر. طب إزاي الكريتشر بتفضل حية تحت السمك ليه ما ماتش؟ قال لي عشان اللي بيحصل له فريزنج ده الفيرست سبيس بس، أو سوري الفيرست لاير، أول طبقة بس من الووتر هي اللي اتجمدت. ودي بالعكس كانت حماية للليفنج كريتشرز اللي تحت، المخلوقات اللي تحت، من الديكريزنج ان تمبريتشر اوف ذا اير. الجو البارد قوي ده ما بيوصل لهمش، خلاص هو التلج ده بيتكون بيعزلهم تماما عن decreasing in temperature وبيحميهم منه. يبقى برضو ده بيجي give reason ليه الأكواتيك creature still alive. ليه؟ because the first layer will freeze and protect the living creature from decreasing in temperature. يبقى بالعكس هي اللي هتتجمد دي الفيرست layer and protect the living creature from decreasing in temperature.
برافو عليك. طيب كمان تعالَ شوف ليه لو أنا حطيت الglass bottle، لو أنا جبت glass bottle ومليتها بالwater للآخر full of water حطيتها في الفريزر، بعد شوية ألاقيها حصل لها explode، انفجرت أو اتكسرت، إيه اللي حصل؟ قال لي الglass bottle completely filled with water in a freezer it breaks، هتتكسر. ليه؟ أنت قُل لي ليه؟ هو الwater لمّا بيحصل له freezing الvolume بيحصل له إيه؟ yes perfect هيزيد. طب أنا مليتها على الآخر وما سبتلوش مكان يزيد فيه، هيكسر الإزازة. ده بييجي give reason وبييجي كمان what happens when putting glass bottle completely filled with water in the freezer. الإجابة it will break. طيب لو هو جاب لي ليه بقى in freezer it breaks give reason because the volume of water increase on freezing. Because the volume of water increase on freezing. Because the volume of water increase on freezing. الفوليوم بتاع الووتر ده بيزيد أول ما بتجمد، عشان كده بيبدأ السبيس، مفيش سبيس عندي فيتكسر الإزاز. طيب إحنا كده خلصنا الووتر بروبرتيز، الفيزيكال ووتر بروبرتيز. هوقف الفيديو لغاية هنا عشان زي ما احنا متفقين ما تبقاش فيديوهات طويلة ومملة، كمان يبقى فيه فرصة تذاكر الدرس على مرة أو اتنين. وقلنا كل الأسئلة المهمة اللي في الامتحانات. أتمنى الناس كلها تركز مع الأسئلة دي وتوقف الفيديو تحفظوا كويس الجزئية دي، وادي نفسك بريك وارجع لبارت 2 إن شاء الله اللي هنتكلم فيه عن الكيميكال بوليوشن سوري الكيميكال بروبرتيز والووتر بوليوشن. أشوفكم على خير وأتمنى يكون كل حاجة اتفهمت، ولو في أي مشاكل بس بلغني وأنا هعيد الأجزاء. كمان تابع صفحة الفيس هينزل عليها مواعيد الحصص اللي هنحل فيها على الدروس دي. أشوفكم على خير وباي باي.